اليوم كان عندنا عملية نوعية مهمة جدا لمريضة 28 سنة من العمر تعاني من مرض يسمى مرض داء السلائل الغدي العائلي، وهو مرض وراثي يتكون عن طريق زوائد لحمية بالآلاف في القولون، منتشر في القولون. المريضة من محافظة صلاح الدين العزيزة قضاء بلد، كانت تعاني في البداية من نزف من الشرج، وبعد إجراء القولون ناظور القولون والمفراس تبين أنها تعاني من مئات أو آلاف زوائد لحمية في القولون. هذا المرض يجب أن تجرى له عملية، هذه المريضة يجب أن تجرى لها عملية استئصال القولون، لأنه ترك الزوائد يسبب لها لا سمح الله مرض خبيث. تمت العملية الحمد لله اليوم بنجاح، بوجود خبرة كبيرة من الكادر الوسطي ومساعدين ومخدرين الحمد لله بالعمليات الجراحة التنظيرية المتقدمة. فكانت عن طريق 4 ثقوب صغيرة في جدار البطن تم استئصال القولون كاملا، مع المحافظة على المستقيم في الوقت الحاضر، لأنه المستقيم الآن لا يوجد فيه زوائد حاليا، لذلك تم فصله عن الأمعاء الدقيقة وربط الأمعاء الدقيقة بالمستقيم النظيف. الحمد لله تمت العملية بنجاح، وأخرجت المريضة من صالة العمليات بفعاليات حيوية منتظمة.